اليوم وانا في الرياض ورئيس الجمهوريه القائم الفعلي عبد الرب منصور هادي لا رقه ولا صرف ولا ارشى احد ولا امر لحد، بيمشي نظام وقال. طيب ليش ما تتعاونوا اذا كان راسكم في راس علي عبد الله صالح؟ كويس. ليش تقطعوا الكهرباء على عبد الرب منصور؟ ليش تختطفوا المواطنين؟ ليش تفجروا الموقف في أبيان؟ ليش تعتدوا على اقسام الشرطة في عدن؟ ليش تعتدوا على الشرطة والأمن في تعز؟ ليش تقطعوا العربات النجة الذي رايحة إلى أبيان في نقيل سمارة؟ ليش؟ هذا السؤال. طيب خليكم في راس الدكتاتور الظالم المش عارف كل الصفات الذي استودوها وقد اديتوها انا اتقبلها. طيب 112 يوم هذا رئيس جمهوريه بالنيابه. طيب احترموا، اكسبوا، طمنوا الشعب اليمني ان هذا الرجل اذا مسك زمام الامور سنكون عونا له. هي كانت مشكلتنا مع الرجل الاول. أعلمكم الزعامة وأعلمكم القيادة وأعلمكم الفن، فن القيادة. طيب أمن الشارع في شارع الستين، ليش تقطع الطريق؟ ليش تقتل النفس المحرمة؟ ليش تختطف ابن محافظ تعز؟ ليش تختطف ابن المترب؟ ليش تختطف فلان وفلان ما يصير منهم؟ ليش تنهب النيابة العامة؟ لماذا تنهب مقر النيابة العامة وفيها 2000 قطعة سلاح مضبوطة فيها نظر؟ إذن هذا النهب. ليش تنهب محلات الذهب في شارع هايل؟ هذا مشروعكم المستقبلي لهذا الوطن، هذا شعاركم الهد. مش ان احنا نشتري سلطه. أنا أرفض السلطة وسأرفضها في الأيام القادمة وسأتخلى عنها، ولكن هناك رجال من يمسكون السلطة. في هناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، سيمسكوا الوطن. مستحيل أن هؤلاء يخربوا الوطن. أنا أمشي راسي في يدي، أمشي في الحصبة، ما أمشيش، ما فيش طريق. هذا هو المشروع الحضاري، هو التمترس وقطع الطرق والخندقة. طيب قدموا أنفسكم للشعب اليمني بصورة لطيفة، قدموا أنفسكم بشكل جيد. تفتعلوا الفتنة في حجة في الجميمة وتقتلوا ناس أبرياء، تعتدوا على عضو مجلس النواب في مسكنه وتضربوه وتقتلوا رجاله. ليش؟ هذا مشروع. أنا ما أخاطب البرلمان، أخاطبكم كممثلين للأمة ومجلس الشورى. يعني أنتم تمثلوا الأمة والأمة من وراءكم. نتخاطب مع شعبنا، نتخاطب مع الملايين الذي تحتشد في الميادين العامة، في ميدان ال70 كل جمعة. من دفع لها فلوس؟ من دفع لها فلوس؟ من نقلهم؟ من ادى لهم؟ كم هي الموازنة؟ كم الاحتياطي العام للدولة؟ من ذاك اليوم لليوم قد استنفدنا كل شيء، ولكن بيجوا طوعا من أنفسهم، حبا في الثورة، حبا في الأمن، حبا في الاستقرار. هذا هو وطن سبتمبر وأكتوبر والثاني والعشرين من مايو. احنا ما بنتكلمش رصف كلام، احنا بنتكلم عن ارقام وعن حقائق، لا زيف ولا كذب ولا دعايه. انا متاكد ان الشعب اليمني، وانا اقول لهم عبر القنوات الفضائيه، قولوا كلمه من قلتها اليوم انها زيف ودجل للشعب اليمني وردوا علي. ردوا علي. هذا مشروع، هذا لا هو قبلي ولا هو
حضاري ولا قومي ولا اشتراكي ولا هو شيء، عبارة عن انتقام من الوطن. فأنا أتحدث معكم كممثل الأمة. الحديث طويل وممكن أتحدث ساعات، لكن سأختصر المسافة، وإن شاء الله لنا لقاء خلال الأيام القليلة القادمة، لأن نضع الشعب في حقيقة الأمر وكل التطورات على الساحة وبشفافية وعلى المكشوف. سندعو مجلس النواب ومجلس الشورى إلى اجتماع. أكرر شكري للمؤسستين الوطنيتين، وأكرر شكري لصمودهم، وأشكر الذين خرجوا من داخل المؤسسات وأصبحت مؤسساتنا نظيفة من أولئك الذين كانوا مدسوسين على المؤسسات. أكرر شكري لأولئك الرجال الأوفياء الذين صمتوا، كانوا في الجيش أو في الأمن أو في مؤسسات الدولة التشريعية والشوروية والسلطات التنفيذية. وأشكر الذين خرجوا وخلوا مؤسساتنا نظيفة. فمرة أخرى أحييكم، وأحيي زميلي وأخي ورفيق دربي الأخ النائب عبد الرب منصور هادي على ثباته رغم أعرف المخادعين وأعرف الكذابين ما يقولون له أنت حتحكم ولا بتحكم، هم وذاكم بيحكموا من وراك، والغمزات واللمزات، ولكنه محصن وهو قائد عسكري مجرب يعرف هذا الكلام. هو قائد عسكري مجرب، وكل قائد يأتي إلى السلطة أيا كان مدني يأتي بطاقمه، يأتي برجاله. المهم تمشي السفينة وتقاد السفينة إلى بر الأمان. فمزيد من الصمود والثبات والمواجهة الحجة بالحجة في القرية، في المديرية، في العزلة، في الناحية، في العاصمة، في كل مكان. لا تكون حجتنا في مكان واحد، ولكن في كل المرافق، في كل مؤسسات الدولة. مرة أخرى أحييكم وأشكركم، والسلام عليكم.